بسم الله الرحمن الرحيم. ألف شكر للأخ مصطفى المومري على اهتمامه بقضية الطفلة جنات السياغي وعقد لقاء مع والدها لتوضيح الأمور وتوضيح مسار القضية ولكي تصبح القضية قضية رأي عام وتمشي في المسار الصحيح. هذه القضية ليست قضية والدها فقط وليست قضية أسرتها فقط، هي قضية كل حر وشريف من الشعب اليمني، هي قضية كل اليمنيين. ولكم أن تشاهدوا الفيديو الذي عقده مصطفى المومري مع والدها وتسمعوا ماذا يجري في هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا مع أبو الطفلة جنات، نشتي نعرف آخر مستجدات هالقضية ونسمعها من لسان الوالد أبو جنات. أيش آخر المستجدات؟ آخر المستجدات إن في ناس يتعاونوا مع الجاني باسم وساطتهم قوية في الدولة وعرقلة الملف لا يصير يوصل إلى المحكمة. يعني الملف القضية الآن عادوا في النيابة ولا قد وصل إلى المحكمة؟ في النيابة. في النيابة. كم القضية؟ شهرين أو زيادة. والقضية في النيابة. طيب هل الذي ارتكب هذا الجريمة معترف؟ معترف، مبصم على أقواله، معترف بأنه اغتصب، اختطفها واغتصبها وهددها بالقتل. يعني هذا الكلام معك ما يثبت إثباتات معك؟ أوراق مبصم عليها في التحقيق الأولية وحتى الآن في النيابة، إنهم كان قد كتبوا في نيابة سنحاء عند القاضي عبد الرحمن الشامي إنه عازب وإنه ليس مزوج وإنه ما فعل شيء. هل المغتصب الذي ارتكب هذا الجريمة هو مزوج ولا عازب؟ مزوج. معك ما يثبت بأنه مزوج؟ هو إقرار اعترافاته هو. يعني الجيران وكل من حوله بيقولوا إنه مزوج. وحضرنا عرسك قدام 6 سنين ومعه عيال. ما قدش معه أخوته الصغار والذي زوج وياهم معولين إلا هو. وفي شهود على أنه مزوج؟ في شهود. واعترف بأنه ارتكب الجريمة. طيب. ولكن المشايخ لهم سلطة في الدولة من الحيم ومن سنحان مخلطين بواسطتهم بيقولوا لك إن إحنا دخلنا في صلح ولا إن قد زوجنا البنت ولا إن إحنا نخضع لضغوط قبلية. إحنا ما نطالب إلا الله وكل الشرفاء في اليمن إنهم يوقفوا قضيتي وقضية كل بنت. هذا الكلام من لسان أبو جنات. القضية عادي مستمرة، الذي بيشتتوا الموضوع وخلاص قد سدوا، قد البنت عاد تتزوج، قد يخرجوا إلى حلول، المشايخ قد تدخلوا، القضية حامية. هذا أبو جنات بيناشد من الشعب اليمني كامل الوقوف إلى جانبه. قضية بنته ليست قضية بنته فقط، قضية 50 مليون يمني. جنات بنت الشعب اليمني كامل، كل من بيسعى للصلح أو من أجل يطفي هذه القضية وبيجوا لعند أبو جنات وبيضغطوا عليه يتنازل يخضع إلى الصلح، والله لا نذكر أسماءكم ولا نعرض صوركم ملان السوشيال ميديا. ريحوا لكم. هذا القضية ما تشرفكم بأنكم توقفوا إلى جانب الجاني. الجاني معترف، اغتصب، خطفها. أول شيء خطف البنت عمرها 9 سنوات واغتصبها وأقر واعترف وبصم وهو مزوج. كيف تتوسطوا له وكيف توقفوا معه؟ فنناشد من الدولة بسرعة تطبيق شرع الله في من ارتكب هذه الجريمة. كل الشهود الشهود موجودين، الشهود بأنه مزوج مقر. الطب الشرعي في تقرير الطب الشرعي موجود أثبت الاغتصاب. كل شيء موجود واضح بين خلاص. والتقرير النفسي حق البنت عن حالتها، كل شيء مثبت وجاهز. فنناشد من الدولة ومن القضاء بسرعة تطبيق شرع الله، لا للشيء زيادة ولا للشيء، تطبيق شرع الله. ما حكم به الله من فوق 7 سماوات طبقوه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا ما طبقتم شرع الله في الجاني الذي اغتصب الطفلة جنات فانتم كفرة فجرة فاسقين ظلمة. هل في تلاعب في النيابة في المحكمة في يعني بصدق؟ تأخير يعني بضغوط يعني من المشايخ، يعني المشايخ بيضغطوا على النيابة يأخروها، يعني يهربوا لك. يعني معنا 2 شهود يعني إقرار على إنه يعني معترف في هذه القضايا. فواحد يعني منهم والله العظيم وبالله الكريم انه تصلي انه قال عرضوا عليه مدري من كم، يعني ما تقول انه عايز يتزوج به. عرضوا عليه الزلط على الشاهد. ايوه، وبعد على انه ايش يفعل؟ ما يشهد، لا يجيش لا يحضر. من هم الذي عرضوا عليه؟ العلماء. كيف الطفلة كيف من يعني في المدرسة يعني ما بيقبلوهاش في يعني كيف منهارة نفسيا بعد ما حصل، حتى مش لوحدها، حتى الأب حتى الأم حتى الأسرة كاملة منهارين نفسيا بعد هذه الجريمة البشعة في حق الطفلة بنتهم. قسما بالله اني ما تقوم في الليل والصيح انه بيلاحقها، يعني قضية حتى وهي في الفصل ويشهد عليها يعني الاستاذة بهذا الكلام، وعد ان شاء الله ناخذ افاده منها الى عند النيابه. يعني تعبانه اني كان قامت تصيح يعني هكذا فجاه وهي في الفصل في الصف في الدرس، كان تقول بيلاحقني. هذا وهي في الاستاذه تقول لها ما واحنا مخفيين على هذا الكلام، او ما بدت تواصلت معنا او سرنا قالت بنتكم على كذا وكذا. يعني قد تعبانه نفسيا من ما حصل من ما شافت. فاقي واحد من المشايخ بيتواصل معي قلت تم 4 أيام. قال لي قال اختي ويعني بوساطات مدري ما هو عرف البيت لو ما قلت له احنا يعني انا بندافع علي وعليك على شرف كل واحد. اليوم بنتي وغدوه بنتك. صح. قال هم معي باسلوا لك ب3 4 لبن مشاريع ومداحل. عرضوا عليك؟ عرضوا علينا وبيوت يعني وزلط ويزوجوا ويدير، لكن هذه طفلة يعني الكل. قد عرضوا عليه كيف يزوجوا كيف يزوجوه بالبنت وعمرها 9 سنوات؟ يا اخي مرتزق ما عاد اقول فيه، ولا هو جاني وقلت لهم من يوم خرجوا ونقتلوا وخلاص، ولا بيننا اي حاجه واحنا حبايب. قالوا لك لا مدري ما هو يهربوها الدوله والدوله عاد تحميه مدري ايش يعني من هذا. هو ذا الدوله ان شاء الله يوصلون هذا الفيديو. احنا يعني يعجلوا في اسراع القضاء وحكم الله ما حكم الله يتنفذ، والا فلتوا كل واحد يعرف غيره. لا تكونش تخلوا الناس يرجعوا يشلوا حقهم بايديهم. المفروض نيابه محكمه دوله تنصف المظلوم، مش تدخل وساطه ما بالله اعفيه ولا عن خرج غريمك. وش هكذا؟ من هو هذا الشيخ الذي بيجي يقول للرجع ما بالله اعفي ولا عن خرجه؟ يعني ايش هذا؟ ايش الوساطه هذه؟ ما هي جوش الناس هكذا الناس يتوسطوا في قضيه قتل بالغلط، في قضيه واحد طعن واحد رمى واحد، اما واحد اغتصب بنتك عمرها 9 سنوات كيف تجي تقول له اعفي ولا عن خرج غريمك ونهربه ايش من شيخ هذا؟ شيخ من؟ فإن شاء الله هذا الكلام يوصل إلى من يهمه الأمر. لا تكون خلوا رجع الناس يشلوا حقهم بيديهم، وإحنا كلنا واقفين إلى جانب الطفلة جنات وإلى جانب والدها. الطفلة جنات بيقولوا إن في واحد اسمه بايع المال مدري 3 أيوة يشتوي يتزوجوا أو كيف الخبر؟ أيش هو؟ إحنا ما عرضناهاش يعني للزواج بنتي، إحنا عرضناها للرأي العام إنهم يقوموا مع المظلوم ويحافظ على اخلاقنا الاسلامي والدين. مش من قد اختطت بنت قال لك انا اجي اتزوجها ولا اتزوجها بالجاني. ايش معانا من هذا؟ الجاني يقيم يعني حدود من حدود الله، لا هو من حقي ولا من حق ابو اي واحد. وكما كبرت بنتي الهم والله ما كتب. سوا يعني لانه ذاحين بينتشر بيقول لك فلان تقدم فلان لا هم من المرتزقه يعني يشتغلوا غطوا القضيه يلفوه يقربوا لأسرة الجاني. ايوه منهم بيتقدموا احنا مستعدين يعني نتزوجها. بيقدموا هذا الجاهل علانية. من هو الجاهل؟ هذا الذي الفنان قولتهم عمرو احمد احمد عمرو هم الذي تواصلوا معه. ايوه وبزوا له عندهم وبيزفوا
يعني قصدك أسرة الجاني هم الذي شلوا ذي الولد؟ من أسرته. من أسرتهم. أيوة الناس هم وناس من هنا من أسرة، يعني ناس من إب. بس هو على نيته. هو الجهل على نية، هذا معلم الجهل. ولا هذا الكلام هو ما يفرض إنه يتيه إلا بعد ما واحد يأخذ بحق الطفلة وبحق كل بنت. الأستاذ أمين حترش أحد المحامين الذي الآن بيدافع على قضية الطفلة جنات. طيب شيء كلام قانوني. بالنسبة لما يخص اعتراف الجاني أو غير ذلك، فالجاني معترف اعتراف بما اقترفه من ذنب وبما قام به من فعل شنيع بالطفلة، وهذا الاعتراف موجود. ولو لم يكن هناك اعتراف ولو لم يكن هناك أدلة لما وقفنا، طالما أنه ما فيش حاجة كلنا أكيد نتجنب. لكن طالما يعني الأمور موثقة والاعترافات موجودة والطب الشرعي موجود، أيضا التقارير النفسية التي أجريت في مستشفى الأمل للطفلة، كونه يعني عمل مع الطفلة أكثر من جلسة في أكثر من يوم، وأجروا عليها الاختبارات العملية يعني في تصرفاتها في أفعالها في كذا في كل شيء، أثبتت ما عندها وما تعانيه من حالة نفسية جراء ما واجهت من اعتداء من هذا الظالم الذي لم يراعي طفولتها ولم يراعي براءتها ولم يراعي يعني أي شيء من هذا، بل استغل ضعفها حتى وقع بهذه الجريمة البشعة التي لا يرضاها أحد. نفذ جريمته بكافة أركانها المعلومة. فالقانون والقضاء يعني يجري مجراه، ولا بد من تنفيذ ما تنص عليه الشريعة الإسلامية وما تنص عليه القوانين الممتدة من الشريعة الإسلامية. وهذا الذي احنا نتمسك به كلنا، لأن إنزال العقوبة الرادعة والزاجرة لهذا المجرم تعتبر ردعا وزجرا له ولأي مجرم تسول لنفسه. بيقولوا انه مش هو مزوج، بيقولوا هو تم اغتصاب الطفلة جنات وهو ما كانش مزوج. هل كان مزوج او غير مزوج؟ متزوج. يعني معك ما يثبت انه كان متزوج؟ اكيد ما كيف. كل ما نتكلم نحن مسؤولين عن كلامنا، نحن مسؤولين عن اي شيء نطرحه، لاننا مسؤولين اولا امام الله، ثانيا امام المجتمع، ثانيا امام الجميع. يعني انت كلامك يعتبر مثمن لانك محامي جدا. ايوه، يعني اركان الجريمه كامله مكتمله، كل شيء يعني مكتمل من اركان الجريمه، ادله موجوده، اعترافات موجوده، كل شيء موجود. اذا ما عاد باقي الا الخبر منه. اما بالنسبه الذي اكرر واؤكد تكريره، ان الجزائيه هي تتخذ حاليا اجراءاتها وفق القانون واجراءاتها يعني المطلوبه. هذا كلامنا وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.